حاسس انك دايما تعبان، جسمك تقيل ومش قادر تقوم من على السرير، وزنك بيزيد ومن غير سبب، بشرتك ناشفه وشعرك بيقع، ممكن كل دي تبقى مؤشرات لوجود مشكله في الغده الدرقيه. لو عاوز تعرف تفاصيل المشكله ونكتشفها ازاي، تابع الفيديو للنهايه. طب ايه اهميه الغده الدرقيه؟ هي المسؤوله عن تنظيم التمثيل الغذائي، حراره الجسم، وضربات القلب، وحاجات تانية كتير. ولما الغده تبتدي تشتغل ببطء والجسم يبتدي يفقد نشاطه، هو ده اللي بنسميه خمول الغده الدرقيه. طيب خمول الغده الدرقيه بيجي لمين؟ الستات، وغالبا اللي فوق 35 سنه، مرضى المناعه الذاتيه، ممكن وراثيه نتيجه وجود تاريخ مرضي في العيله، او اللي تعالجوا من فرط نشاط الغده الدرقيه. طب ايه التحاليل اللي نعملها؟ التي اس اتش، وده المؤشر الرئيسي للغده، فلو عالي ده دليل على خمول في الغده الدرقيه. الفري تي 4، وهو ده الهرمون الاساسي اللي بتفرزه الغده الدرقيه، فلو منخفض فده دليل على خمول الغده الدرقيه. ومعمل النبيل بيقدم لحضراتكم تحليل الغده الدرقيه باعلى جوده وادق نتائج واسرع وقت باذن الله. كان مع حضراتكم الدكتور هاني نبيل متري، اخصائي التحاليل الطبيه، دبلومه الجوده الشامله الجامعه الامريكيه. بتمنى لحضراتكم حياه سعيده باذن الله.